السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع علي. من بعد ما شفنا في الأيام اللي فات أن ياسين بونو تعاقد رسميا مع فريق الهلال السعودي، قلت نصوب حلقة على مسيرة ياسين بونو مع فريق إشبيلية باش نعرفوا ما هي أبرز المحطات والإنجازات سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي، كذلك الأرقام القياسية اللي دارهم بونو مع فريق إشبيلية. وتيقوني ملي كنت خدام على هذه الحلقة تفاجأت بكمية الأرقام القياسية والإنجازات اللي دارهم ياسين بونو في 4 المواسم فقط مع فريق إشبيلية. فخليكم معايا في هذا الفيديو حتى للآخر باش تعرفوا علاش ياسين بونو دخل لتاريخ فريق إشبيلية كواحد من أساطير الفريق الأندلسي، واللي أكيد غادي يبقى في التاريخ ديال هذا النادي لسنوات قادمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، ويلا على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. في 2 سبتمبر 2019 انضم ياسين بونو إلى نادي إشبيلية في الدرجة الأولى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، قادم من فريق جيرونا اللي نزل الدرجة الثانية من ليغا الإسبانية في ذاك العام. ياسين بونو كان الاختيار الثاني بعد الحارس تشيكي توماس فاتسلي. في هذا الموسم بونو قدر يلعب تقريبا 18 مباراة مقسمة ما بين 6 المباريات في الدوري، 2 مباريات في الكأس و10 المباريات في الدوري الأوروبي. رغم أن ياسين بونو كان فقط إعارة وكيلعب بشكل رسمي في الدوري الأوروبي، إلا أنه قدم موسم رائع وساعد فريق إشبيلية في العديد من اللحظات الحرجة، خاصة الأداء المتميز ديالو ضد وولفرهامبتون في ربع النهائي، بحيث صد ركلة جزاء من راؤول خيمينيز، وبهكا فريق إشبيلية ربحات 1-0. كذلك المساهمة ديالو في الفوز ب2-1 في نصف النهائي على مانشستر يونايتد، وفي النهائي تصدى بشكل حاسم لتسديدات روميلو لوكاكو ليفوز فريق إشبيلية بنتيجة 3-2 أمام إنتر ميلان. وبهكا ياسين بونو كيتوج باول لقب اوروبي في المسيره ديالو، وكيحطم اول الارقام القياسيه ديالو ويكون اول حارس عربي كيفوز بلقب قاري اوروبي. من بعد التالق ديال ياسين بونو في الموسم الاول، فريق اشبيليه قرر انه يوقع عقد دائم لمده 4 سنوات مع ياسين. في هذا الموسم ياسين بونو قدر على انه ينتزع الرسميه ديالو في الفريق الاندلسي ويلعب 45 مباراه، 33 مباراة في الدوري، 6 المباريات في كأس الملك، و5 المباريات في دوري الأبطال الأوروبي. في هذا الموسم ياسين بونو تألق بواحد الشكل كبير، بحيث دخل بونو تاريخ نادي إشبيلية والليغا، بحيث أن الشباك ديالو صمدات دون تلقي أي هدف لمدة 557 دقيقة في الدوري الإسباني، متجاوز الرقم القياسي لحارس إشبيلية السابق بيتو البالغ 516 دقيقة واللي سجله عام 2015. وواحد من أبرز اللحظات اللي عاشها بونو في هذا الموسم هي أنه قدر يسجل هدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة لينقذ فريقه من الخسارة بعد ما كان متأخر بهدف أمام بلد الوالد. هدف بونو دخلوا للتاريخ مجددا كأول حارس في تاريخ نادي إشبيلية كيسجل هدف في الدوري الإسباني، وأول حارس إفريقي وعربي في التاريخ كيسجل هدف في الدوريات الخمس الكبرى. في ديسمبر 2021 تصدر الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني تصنيف أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم في أوروبا، بحيث حافظ على نظافة الشباك ديالو في 32 مباراة من أصل 59 سواء مع نادي إشبيلية أو المنتخب المغربي، متفوق بذلك على جميع الحراس في مختلف الدوريات الأوروبية. واللي جا من وراه هو إيدرسون من نادي مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل برصيد 30 مباراة نظيفة من أصل 59 مباراة. في فبراير 2022 دخل المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية التاريخ في الدوري الإسباني في موقع الديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس ضمن الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني، بحيث شهدت الدقيقة 41 من عمر المباراة صناعة ياسين بونو للهدف الثاني لفريقه، بحيث قام بتسجيل مواطنه اللاعب منير الحدادي، وانتهت بفوز إشبيلية ب2-1. وبذلك أصبح ياسين بونو أكثر حارس مرمى صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني في القرن 21. كذلك بونو أصبح الحارس الوحيد في الدوريات الأوروبية الكبرى اللي صنع هدفين في الموسم، كما وصل مساهماته إلى 4، 3 تمريرات حاسمة وهدف في المجمل. وفي الموسم الأخير لياسين بونو مع فريق إشبيلية تمكن أنه يلعب دور حاسم في التتويج باللقب الدوري الأوروبي السابع لفريق إشبيلية والثاني ليه على المستوى الشخصي. ومن بعد ما وصلت المباراة النهائية من فريق روما الإيطالي لضربات الجزاء تمكن ياسين بونو أنه يصد 2 الضربات منهم. أما بالنسبة لأبرز الجوائز الفردية اللي تحصل عليهم بونو هي جائزة زامورا كأحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني الموسم 2021-2022. كذلك دخل في تشكيلة الموسم في الدوري الأوروبي في 2 المواسم، موسم 2019-2020 والموسم الأخير 22-23. كذلك ياسين بونو كان هو رجل المباراة النهائية في الدوري الأوروبي اللي فات،
وكان هو أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني في موسم 2021-2022، وكذلك دخل في تشكيلة العام في إفريقيا في 2022. أما بالنسبة للأرقام القياسية فاللهم بارك حدث ولا حرج، فنقول لكم أول حارس عربي كيفوز بلقب قاري أوروبي الدوري الأوروبي، أول حارس عربي يرشح لجائزة الفيفا دو بيست وجائزة فرانس فوتبول كأفضل حارس في العالم، أول حارس إفريقي وعربي كيسجل هدف في الدوريات الخمس الكبرى، وأول حارس في تاريخ نادي إشبيلية كيسجل هدف في الدوري الإسباني. ياسين بونو هو أول حارس في تاريخ نادي إشبيلية كيفوز بجائزة زامورا، وهو أكثر حارس صنع للأهداف في الدوري الإسباني في القرن 21 برصيد 3 ديال الأهداف. كذلك ياسين بونو هو أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه مع نادي إشبيلية لمدة 557 دقيقة، محطم الرقم الحارس السابق البرتغالي بيتو 516 دقيقة. وفي الأخير ياسين بونو هو أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في أوروبا سنة 2020 32 كلين شيت، متفوق على جميع الحراس في مختلف الدوريات الأوروبية. فهاد الشيء كامل كيدل على أن ياسين بونو وصل لواحد المكانة عالمية، ونقدر نقول حاليا ياسين بونو هو واحد من أفضل 3 ديال الحراس المرمى في العالم. وهاد الشيء علاش فريق الهلال السعودي تعاقد مع ياسين بونو، لأنه عارف القيمة ديالو وعارف باللي هاد الموسم غادي يكون في مواجهة ديال هدافين من الطراز العالي كبنزيما ورونالدو فيرمينيو محرز وساديو ماني وزيد. فكنتمناو كل التوفيق لياسين بونو في الرحلة الجديدة ديالو مع فريق الهلال، ويكون في أحسن مستوى، لأن المنتخب الوطني محتاجه بقوة في هاد كأس إفريقيا اللي جاية. فهاد الشيء اللي كاين في حلقة اليوم، كنتمنى أن الفيديو عجبكم، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش الاشتراك في القناة، وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.